السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخواتنا وأحبابنا وزملائنا أو إخواتنا وأحبابنا والناس المستمعين. إحنا قلنا قبل كده إن القناة بتاعتنا أحيانا بتتجه للأشياء الغريبة، ولو أنت سألت نفسك ليه سميناها الشاهد، لأن المعلومة اللي بنجيبها لك يا إما شاهدنا بعينينا وبودنا صاحب المعلومة، أو التجارب بعضها إحنا خدناها. فمش بنجيب لك بس عن السمع كده أو في كتاب، لأ. وقلنا إن الإنسان أي مخلوق لما تسأله ليه بتحب الحياة وتكره الموت، هيقول لك لأن الموت بالنسبة لي مجهول ومرعب وأنا مش عارف بكرة فيه إيه. فكل الناس بتكره الموت وتخاف منه، دي طبيعة النفس البشرية، لأن هذه النفس والبدن متعتهم في الحياة. لما بينفصل أو تنفصل النفس عن البدن بيتحول إلى تراب وعدم. خلي بالك. وكنا قلنا قبل في الحلقة اللي فاتت إن ممكن الناس توجه أسئلة أو تعلق وقلت إن الجيل الصغير ده بيسبقنا بكتير، عندهم مليون سؤال لو فكروا في الأحداث أو ربطوا الأحداث ببعض. فإحنا بنقول إن الإنسان لما بيموت مش بيروح حبس انفراد ويتحبس في أوضة ضلمة زي ما الناس ما بتفهم، لا 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 لا، ده بينتقل من بعد لبعد. في بعد للأحياء، هذا العالم المحسوس، وفي بعد آخر للأموات، وقلنا إن في بعد آخر للجن وبعد آخر للملائكة. فهناك أبعاد. حتى العلماء الأحاديثيين دلوقتي اللي عايشين دلوقتي كلهم بيكملوا الأبعاد الخمسة أو الأبعاد السبعة، واسأل كده عن الأبعاد. فالنهاردة بنتكلم عن واحد أمريكي غير متدين أو مش ملوش ديانة أصلا، واسمه جاك. هنشوف جاك لما يتعرض لحاجة اقتراب من الموت هيحصل له ايه. تخيل يدخل جهنم ويطلع تاني. عارف ان في بعض الناس هتقول لك لا، هذا كلام لم يحدث، لكن هنشوف الأحداث. جاك خد ابنه 6 سنين وراح يسهر مثلا في نايت كلاب، وهم قاعدين عادي. يعني في أمريكا عادي إنك تشرب خمرة، تاكل تعملوه عادي. جه واحد تاني جنب في الترابيزة جنبهم، يعني عمل حركة ما عجبتش جاك قام سايب ابنه على الترابيزة، راح يعاتبه، التاني ضربه بالبوكس. بقت خناقة بين الاتنين، كل واحد فيهم ضرب التاني بإزازة. على فكرة بس جاك الإزازة بتاعته قطعت الشريان الكبير اللي في الدراع، اللي عند الكتف المتصل بالقلب. والخناقة ده ضرب ده وده ضرب ده. فصاحب المحل أخد اللي أكثرهم إصابة، أخد جاك في العربية وقال له لازم أوديك المستشفى حالا. فجاك بيقول إن شايف الدم بيخرج من دراعي، ولكن لسه في وعي وفي صحة. ركب العربية وراح معاهم المستشفى. في المستشفى الأولانية جاك سامع بيقولوا إن هذه المستشفى مش قادرة تواجه حالة جاك، لأن جاك محتاج خبرة أكبر ومحتاج قدرات أكبر من الأطباء ومحتاج أجهزة تعويضية ومحتاج أكسجين، محتاج استعدادات غير متواجدة في هذه المستشفى. فأدلوا قرار ونقلوه المستشفى أكبر. فالإسعاف الإسعاف هينقل بقى جاك المصاب بينزف نزيف مستمر. فجاك بيقول أنا في عربية الإسعاف بدأت أفقد شيء من الوعي، لكن لاحظت إن مراتي جت ومعايا في العربية وابنه لسه معاه في العربية. ماشي. بدأ جاك يدروخ شوية، يدوخ من الإصابة ومن النزيف. الراجل عامل عربية الإسعاف قال له أنت الآن في حاجة إلى المسيح. فجاك بيقول أنا ما كنتش أعرف المسيح، لكن فهمت من كلامه إن أنا محتاج معجزة عشان أقدر أعيش تاني. ورغم ذلك جاك فقد كل الأمل إنه يعيش تاني، لأن الكلمة اللي قالها الراجل تعبته قوي. فهم كده إنه ميؤوس من حالته واتنقل إلى مستشفى أخرى. وأول ما دخل المستشفى بدأ جاك يفقد الوعي. بيقول هنا بقى كل اللي ماتوا قبل كده أو اقتربوا من الموت نفس الملحوظة. دخل نفق مظلم لوحده،
كأن النفق ده الممر بين بعد وبعد. وبعدين دخل بعد النفق ده لقى لهب ونار وبركان. ماشي، هو لغاية دلوقتي سليم، لكن بص تحت البركان لقى زي منزل كده او بير كله نار ورماه وحريقة، وناس بتصرخ تتألم من هذا الألم. فجاك مندهش من اللي شايفه. بص الأول واحد، مجرد ما عينه جت في عينيه من اللي بتعذب تحت، فهم إن الراجل ده مات أو اتقتل وهو بيسرق واحد بالإكراه. يعني الراجل اللي في الجحيم ده حرامي ولص وهجام، ومات أثناء مقاومة صاحب الحق وصاحب المال يعني. بص للتاني اللي بيصرخ من الألم، لقاه بيتعذب، فبص له، مجرد ما عينه جت في عينيه برضه فهم إن ده مات في حادثة سيارة وهو سكران. فالكل بيستغيث اللي كانوا في الحفرة دي وبيتألموا وبيقولوا له اوعى تيجي هنا. ففهم كده جاك، شاف بعينيه اهو، شاف المعذبين هنا بقى واقفة. سامح حضرتك الراجل ده بيفتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان القبر يا اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. فجاك هنا شاف الحفرة وشاف اللي فيها، وقال لك ما بيموتوش من كتر التعذيب. خلي بالك، ما بيموتوش من كتر التعذيب اللي كانوا بيتعذبوا في الحفرة تحت. وجاك الأمريكي اللي لم يكن على دراية بأي معلومات دينية ولا خلفية دينية، شايف بعينه واقف على راس البير عند أول البير، وشايف الناس تحت بتتعذب وبتصرخ وبتتألم وبتنادي بتطلب المساعدة. بيكمل جاك بيقول: وأنا واقف على أول الحفرة أشم رائحة حرق أسلاك الكهرباء. وانت لما تجيب مثلا بلاستيك وتولع فيه بيبقى ريحة مميزة. وقال إن المشكلة إن ما حدش بيخرج من المكان ده ولا بيموت بيستريح ولا بيخرج من العذاب ده ولا حاجة خالص. فبدأ جاك يتألم أكتر. حسب قال لك وأنا لما أموت هبقى معاهم كده، كل واحد لوحده بيتألم وبيتعذب، ولا حد بيغيث ولا حد بيساعده. في ثانية لقى نفسه رجع تاني الممر الأسود اللي كان دخل منه في الأول. والبالك زي ما اتفقنا إن جاك ده أمريكي، لا يقرأ كتب التفاسير ولا كتب الأديان ولا يفعل عذاب القبر ولا نعيمه، عشان الناس اللي هتفكر وعايزة تعرف إيه اللي بيحصل بعد ما بيقفلوا التربة على الميت. فطبعا جاك هو في الممر توقف وقعد يبص ورا وقدام اللي يمكن يشوف حد. قعد افتكر انه في ناس شافهم في البير دوت بيتعذبوا كانوا صحابه، وناس تانية ما يعرفهمش. في الثانية اللي قعد يتذكر فيها دي كان رجع لوعيه، ولقى نفسه في المستشفى ودراعه متخيط 100 غرزة وجسمه فيه خياطات كتير وزوجته بتبكي، لكن هو كان في عالم تاني خالص. ما زال يشم رائحة انصهار البلاستيك اللي كانت ناتجة عن حرق جلود المعذبين اللي شافهم في جهنم أو حفرة من حفر النار. أصوات اللي بيصرخوا وبيطلبوا المساعدة في ودانه، مش قادر يستحمل لغاية ما فضل يفكر، وبدأ يسأل أصحابه اللي جم يزوروه: إيه العالم ده وإيه الدنيا ديت؟ ده أنا كنت فاكر إن مشاكلي وهمومي وديوني هي شيء صعب جدا، لكن لقيت لما مريت بتجربة الموت إن في أشياء كتيرة أصعب مني وأصعب من حياتي. وبدأ يفكر فيما بعد الموت. احنا بنقول ان القرآن الكريم لينا كمسلمين ذكر الأشياء ديت في القرآن، قال تعالى: وهم يصطرخون فيها. وذكر ان أهل النار بيتعذبوا وبيصرخوا وبيطلبوا مساعدة: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. والقرآن اتكلم ان مفيش موت ولا راحة بعد كده، موت مرة واحدة بس. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فالقرآن بيأكد كلام أو يعني اللي قاله جاك يتفق مع ما نعتقد به من القرآن الكريم. فطبعا حلقة النهاردة كانت حلقة صغيرة لكن كانت في العمق
زائر من جهنم أو زائر إلى جهنم. أتمنى يبقى يعني اللي عنده أسئلة أو عنده حوار أو عنده عايز يسأل في حاجة أو ليه تعليق، يا جماعة يا ريت نشوف تعليقاتكم عشان أشوف يعني اللي بيسمعنا سن كام سنة بيفكر إزاي، عشان نتحاور أكتر، نجيب مع حلقات أكتر، نستفيد ونفيد، نستفيد منكم من أسئلتكم وأنتوا تستفيدوا مننا. وشكرا على الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.